السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نغير اسم حسابنا على الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة بعد التحديثات الجديدة تحديث 2024. يعني في الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تغير اسم حسابك على الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة، وحافظ انك تغير اسمك سواء اسم شهرة او سواء اسم الحقيقي، ولكن حافظ ان انت ما تحطش احرف كبيره واحرف صغيره ورموز وحاجات زي كده. الاسم ما ينفعش عشان ما يطلبش منك اثبات هويه وندخل في مشاكل والكلام ده. حافظ ان انت تكتب اسم شهره كويس او اسم حقيقي، وبلاش، بكرر كلامي تاني، بلاش نحط احرف ورموز والشغل ده كله، عشان الناس اللي بتبعت لي وبتبقى مزخرفه اسمها، او حروف كبيره وحروف صغيره ورموز والشغل ده كله. يعني حافظ ان انت تكتب اسم حقيقي او اسم شهره. بكرر كلامي تاني، شفته؟ بكرر كلامي تاني، حافظ ان انت تكتب اسم حقيقي او اسم شهره، بلاش رموز، بلاش كلام مزخرف والكلام ده كله، عشان ساعات بيطلب مني اثبات هويه. تمام. طبعا اسم هنغيره التحديث الجديد تحديث 2024. طبعا لو لسه مش مشترك في القناه ادخل اشترك في القناه دلوقتي وفعل زر الجرس وتابع معايا الشرح، صدقني هتطلع مستفاد. لو في اي مشكله واجهتك سيب لي كومنت اسفل الفيديو، انا برد على كل الكومنتات، وهنتواصل مع بعض حتى على جروب التليجرام ونحل المشكله مع بعض. ما تقلقش، انا معاك عشان تحل مشكلتك، انا معاك عشان اساعدك، بس كده. يلا بينا على الشرح، يلا بينا. كل اللي عليك حضرتك هتيجي عند الصورة الشخصية بتاع حسابك على الفيسبوك اللي هي فيها الثلاث شرط دول، وهتضغط عليها. بعد كده تطلع لفوق وهتختار حاجة اسمها الإعدادات والخصوصية، هنضغط عليها. بعد كده هنختار حاجة اسمها الإعدادات، هنضغط عليها. بعد كده هنختار حاجة اسمها مركز الحسابات، هنضغط عليها. بعد كده هنا بيقول لي الملفات الشخصية عبد الله الباشا. تمام، فأنا هبدأ أضغط على الملفات الشخصية عبد الله الباشا، أضغط عليها. هنا طبعا جاب لي اسمي على الفيسبوك، هضغط عليه. هنا طبعا جاب لي الاسم، هضغط عليه. لو لاحظتوا هنا يا شباب جايب لي الاسم الاول واسم الاب واسم العائله. تمام، انت هتبدا تكتب اسم الاول، بعد كده اسم الاب، بعد كده اسم العائله. تمام. لو لاحظتوا الخانه عندي مقفوله. ليه مقفوله؟ تعالى كده اقول لك ايه ليه مقفوله. هنا بيقول لك فوق ايه: لا يمكن تغيير اسمك في الوقت الحالي لانك غيرته خلال اخر 60 يوم، ويظل بامكان تغيير الترتيب. يعني بيقول لك انت لسه مغير اسمك تمام يوم 31 يناير 2024. احنا ممكن نقول احنا غيرنا اسمنا يوم 1/2، فهننتظر من يوم 1/2 ليوم 1/3 ادي شهر، ومن يوم 1/3 ليوم 1/4 ادي شهر. يبقى احنا كده انتظرنا 60 يوم. يبقى يوم 1/4 الخانة دي هتفتح معايا، وهبدأ اغير اسم الاول واسم الاب واسم العائلة. بامكانك تغيير الترتيب. معناه ايه بامكانك تغيير الترتيب؟ يعني لو جيت هنا عند تغيير الترتيب الاسم هتضغط عليه، هيبدأ يغيرك عبد الله الباشا او عبد الله الباشا او الباشا عبد الله. تبدأ تختار اللي انت عايزه وهتبدأ تقول حفظ. تمام، انا مش هقول حفظ. تمام. هنا طبعا بيقول لك ايه: في حالة تغيير اسمك لا يمكنك تغييره مرة اخرى لمدة 60 يوم. احرص على عدم اضافة احرف ابجدية كبيرة او علامات ترقيم او احرف او كلمات عشوائية غير معتادة. يعني بيقول لك احرص اللي انت تكتب اسمك الشهرة او اكتب اسمك الحقيقي، مفيش مشكلة، ولكن احرص على عدم اضافة ان انت تضيف احرف ابجدية كبيرة او علامات ترقيم او احرف او كلمات عشوائية غير معتادة. تمام، فركز وخلي بالك، حاول اكتب اسمك الحقيقي او اسم شهرة يكون اسم عادي زي ما الناس كلها بتكتبه. بلاش نحط اسماء مزخرفة، بلاش نحط حروف رموز ارقام الكلام ده كله. تمام، عشان يتقبل معاك بسرعة. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، وسيب لي كومنت اسفل الفيديو.